السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. هنعمل النهاردة كده شوربة بجد تحفة. طبعا بمناسبة الجو الساقع ده حبينا نعمل حاجة تدفينا كده وايه، وتعتبر برضو يعني اكلة سريعة او تنفع عشاء. هنعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة. دي مكوناتنا. معانا كده معلقتين لسان عصفور وحوالي معلقة شعرية، حباية طماطم، جزراية، حباية كوسة، بصلاية، بطاطساية. كل حاجة حاجات ايه صغيرة. طبعا انت عايزة تزودي الكمية حسب رغبتك، مش عايزة. انا عملتها دي على قد نفرين. عملناها كده بطريقة سهلة. ما هنبدأ كده نبشر البطاطس. انا بحب اعملها، كنت بعملها طبعا بقطعها مكعبات صغيرة وايه، صغيرة خالص كده. وحبيت اعملها انه بدي ايه، قلت هبشرها. هبشر الايه البطاطس. خلص كمية البطاطس كده واركنها على جنب لوحدها. وبعد كده هبشر الجزراية. ولو انت عايزة تقطعيها مكعبات صغيرة برضو مفيش مانع، هتمشي برضو، بس يعني هتاخد وقت شوية في اللي تسوية. خلصت الجزراية، هعمل ايه؟ هبشر الكوسة برضو واقطع كل حاجة لوحدها. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هخلص كل بشر الحاجة كده، وكل حاجة تكون ايه حافظاها لوحدها كده. حاولي ايه يعني ما تعملش مع بعض. وقطعت البصلاية وحباية الطماطم بشرتها، ومعايا نص معلقة من الصلصة. دي كل مكوناتنا. هنبدأ كده ونسمي الله ونروح على البوتاجاز. هنولع كده البوتاجاز وننزل بنص معلقة سمنة ومعلقة زيت. وهنزل بلسان العصفور واديله بس لون بسيط، لان طبعا باخد وقت اكتر من الشعرية. ونزلت كده بالشعرية بعد كده، بعد ما لسان العصفور خد لون. وهقلبهم كده مع بعض لحد ما ياخدوا لون. بعد ما يتحمروا كده هنزل بالبصلاية وهشوحها معاهم. طبعا لما بتضيفي البصل بنزل المية، فايه ببطأ ايه تحمير لسان العصفور والشعرية. بعد ما البصلة دبلت معايا كده نزلت بالايه بالجزراية. وايه اقلبها مع بعض كده، تاخد ايه تشويحة مع بعض كده لحد ايه متندمج مع بعضه كده، وتاخد الريحة او الطعم. وهنزل كده بعد كده بالبطاطس. هقلبهم مع بعض برضو، ياخدوا تتبيلة لمدة نص دقيقة. وبعد كده هنزل بالكوسة. وبرضه هقلبهم مع بعض تقليبة كده على السريع. يعني حاولي كل حاجة تندمج مع بعضها كده. بعد كده هننزل بالطماطم والصلصة. هقلبهم كده واشوحهم مع بعض لحد ما الريحة تطلع. بعد كده هنزل بالبهارات. معايا فلفل اسمر وكمون وسبع بهارات. لو عايزة تضيفي جوز الطيب ده حسب رغبتك، مش عايزة خلاص. او عايزة تضيفي برضو كاري حسب رغبتك برضو، مش ايه تدي لون معاكي، او بابريكا. بعد كده نزلت بالشوربة. انا ما ضفتش ملح، لان طبعا كده كده الشوربة ايه طبعا عليها ملح. هتعمليها بحاجة تانية وتزودي حسب رغبتك. انا عملتها كده بالشوربة، كان عندي شوربة بط وباقي حبيت اعملها، بس بجد تحفة. وريحتها كده يعني بجد من بعيد كده، وايه دفتنا كده وبقت ايه بجد مفيش احلى من كده. طبق سريع. طبعا مش هتاخد مننا وقت. وهتقدميها كده بالهنا والشفا. بجد طعمها وريحتها بس تحفة. في الجو الساقع ده هتقدميها بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت ظريف زيكم كده. ومع السلامة. باي باي.